السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل. أهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده هبقى بتكلم بشكل أريح شوية لأني بدأت أعمل إيديتنج للفيديوز، وإيديتنج هنا مش اللي هو الإيديتنج الواو قد ما هو يعني بدأت أعمل الرف كاتس. ويمكن كان جالي أحد التعليقات من حوالي أسبوعين في الفيديو بتاع الثانوية العامة من شخص حقيقي أنا معرفوش، بس بشكره جدا على التعليق ده يعني. ويعني قال لي بالظبط انا ممكن اعمل ايه كحاجات تخلي الفيديو احسن وهكذا. و... ويمكن دي من الحاجات اللي يعني بسطتني شويه، يعني بفضل الله. انا عندي شركه تسويق بعمل فيها كل حاجه ممكن تتعمل من ناحيه الايديتنج ومن ناحيه الاي اي كونتنت وكل حاجه، ولكن ده مش الهدف من الفيديوز بتاعتي دي. الهدف من الفيديوز بتاعتي دي هو consistency, sharing life experiences, sharing new experiences, decisions مختلفة في حياتي أنا خدتها ليه وأثرت عليا بإيه وهكذا. حاجة some sort of إنها real أو حقيقية يعني. فعشان كده ما كنتش حابب أديت في الأول خالص. من منطلق إيه؟ من منطلق إنه قشطة يعني، أنا بس كنت بحاول أبني العادة وأستمر عليها. فبما إن الفيديو ده الحمد لله هو الفيديو الخامس من اول ما قررت ان انا التزم بفيديو كل يوم سبت، فهبدا بقى ان انا ايه ارفع البار شويه وابدا ادخل حاجات اضافيه زي ان انا اديت واشيل السكتات والحاجات اللي مش مظبوطه وهكذا. بس ما اعتقدش ان انا ايه هضيف لايرز كتيره يعني للموضوع. طيب، مقدمه ملهاش علاقه بالموضوع. يمكن النهارده انا عندي لسته بكتب فيها افكار الفيديوز، اي فكره بتجيلي برميها في الليسته دي. فالنهارده دخلت مع كلود وقلت له بص، انا معايا افكار كتيره، بس انا عندي ايه حاجه زي كرييتيف بلوك كده. فالراجل يعني مشكورا وضح لي ان اللي انت فيه ده هو نوع من انواع الباراليسيس، بسبب ان انت معاك افكار كتيره قوي فانت مش عارف تتكلم في ايه ولا ايه يعني. فبعد شويه اسئله استقرينا ان احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم في التوبيك اللي احنا جايين نتكلم عليه، الا وهو انا ليه اتجوزت بدري، او ليه اتجوزت بعد التخرج بشهرين. التجربة دي عموما يعني تجربة الجواز في هذا الوقت. ويمكن انا قعدت مع كلود برضو وقلت له طيب تعالى، بما ان الحلقة بتترفع على سبوتيفاي وعلى ابل بودكاست وهكذا، فتعالى نتخيل انها بودكاست بس هكون انا الجست والسبيكر في نفس الوقت. فاكتب لي اسئلة، اكتر 8 اسئلة ممكن يجوا في عقل شخص بيتفرج على توبيك زي ده، وخليني امشي الفيديو باسلوب الكيو ان اي يعني. انا حتى صدقا انا ما قريتش الاسئله اللي هو كتبها لي، يعني عديت عليها مرور سريع قوي بعيني كده اول ما كتبها لي من ساعتين بس. والله صدقا انا دلوقتي حالا مش فاكر ولا سؤال منهم. ليه؟ عشان خاطر انا عايز اجاوب الاجابات. اول حاجه هتيجي في بالي هي اللي عايز اقولها، مش عايز اقول حاجه متحضره، مش عايز اقول اي حاجه منمقه يعني. فخلونا نبدا باول سؤال. اول سؤال بيقول لك ازاي قررت تتجوز بعد شهرين من التخرج؟ وده كان قرارك انت ولا في ضغط من حد؟ حلوه في ضغط من حد دي. لا يعني طيب خليني اقول افصص السؤال كده. ازاي قررت تتجوز بعد شهرين من التخرج؟ هو اولا انا اتجوزت مراتي بعد خطوبه استمرت حوالي 3 سنين. ويمكن حصل انفصال في نص الخطوبة دي لفترة قصيرة، وبعدها رجعنا لبعض مرة تانية. وصدقا ما كانش فيه أي بلاننج لموضوع الجواز في الوقت اللي تم فيه الجواز. يعني احنا رجعنا لبعض تاني في شهر 3 2022، والجواز حصل في شهر 7 2022. فاللي هو لو كنت سألتني مثلا واحنا في شهر 3 ده واحنا بنرجع انت ممكن تتجوز امتى؟ انا فور شور كنت هقول لك مش اقل من سنتين، سنة ونص، حاجة يعني في الرينج ده. ليه قررت ان انا اتجوز؟ يعني حصل زي سيتويشن كده. طبعا مش هحكيه يعني، هي حاجة بيرسونال جدا، اسري شوية، فخلاني ان انا اعجل بان انا اخد قرار الجواز وما احسبش اي حسابات. فلو هنقول ان هو كان قراري
ولا كان ضغط من حد. انا يمكن قبل ما اجاوب قلت ان هو مش ضغط، بس لا يعني لو دلوقتي مش هنقول بقى ان هو كان ضغط، بس هو ما كانش قراري، او ما كانش اللي هو انا مبلان ده، فانا عارف ان انا هعمله قريب، او انا عارف ان انا مثلا في شهر 3 انا هتجوز كمان شهرين وهكذا. لا ده ما حصلش خالص. الموضوع كله حصل ان بعد ما السيتويشن اللي انا شاورت عليه ده حصل، انا رحت في البيت، ورحت لمراتي، ورحت لكل الناس، ورحت لاصحابي، وقلت لهم انا فرحي كمان شهرين. كله يعني في الاول كان فاكرني ان انا بهزر، بس هو انا كنت اخدت الديسيجن وما كنتش محضر لاي حاجه. يعني حتى الشقه اللي احنا اتجوزنا فيها كان لسه فيها شغل بيحصل، فما اتجوزناش فيها، واتجوزت في شقه تانية كان والدي يعني بعملها زي مكان كده الاسره يروحوا يقعدوا فيه في برج العرب، يعني يقعدوا يغيروا جو وهكذا. فعملت عليه وضع يد كده وقلت له انا هتجوز هنا وبتاع، وكانت الشقه ناقصها حاجات كتيره، ووالدي يعني مشكورا هو ساعدني في معظم الحاجات، او تقريبا انا عملت البير مينيمم يعني، وانا بقى اللي كملت المسيره بعد الجواز بقى، شلت نفسي يعني. طيب السؤال التاني هنا بيقول في الوقت ده انت كنت شايف نفسك ايه؟ وهل كنت مستعد فعلا ولا كنت بتتجوز وانت لسه مش عارف هتشتغل ايه؟ طيب السؤال ده بصراحة محوري جدا يعني. كنت شايف نفسي ايه؟ انا في شهر 3 ده اللي احنا رجعنا فيه لبعض، انا كنت لسه في الكلية، كنت في اخر سنة في هندسة. ويعني السنة دي انا كنت عايدها على مادة واحدة، يعني ما رضيتش ادخل المادة دي امتحان دور تاني، واجلت المادة دي، فقعدت سنة كاملة على المادة وامتحنتها في الترم الاول وخلصت. فانا كنت لسه يعني على الورق اسمي ان انا طالب. فكنت شايف نفسي ايه؟ ما اعرفش، ما كنتش شايف نفسي حاجه يعني. كنت ساعتها شغال في جيم، ماسك اداره جيم، وبتعلم بقى في بدايه كاريري، بتعلم تسويق وبتعلم بيزنس وبتعلم مانجمنت وبتعلم يعني بتعلم كل حاجه. ولسه كان في وعود جايه لي مثلا ان انا ممكن اشتغل في المصرية للاتصالات بعد ما اتخرج، بس كانت لسه كلها مجرد بروميسز، ما كانش في اي حاجه حقيقيه او حاجه انا لامسها. فهل انا كنت مستعد وانا بتجوز للي جاي؟ فور شور لا خالص. وهنا احنا مش بنعرض صح وغلط. هنا برضو لازم تبقى فاهم كويس ان انا I'm sharing life experience. فاحنا مش بنتكلم اللي حصل ده صح ولا مش صح، بس انا بكلمك على اكشنز اخدتها لاسباب هقولها لك، وانت بتفاليديت وبتطبق كل حاجه على نفسك وتشوف ده صح ولا مش صح يعني. فكنت مستعد فعلا. كل الناس لو هتيجي تسالها على سؤال الاستعداديه ده هيكون بالنسبه لهم معناه ايه؟ معناه ان هو شغال في شركه او عنده بيزنس او وات ايفر، وعارف الدخل الشهري بتاعه كام، ومظبط حساباته وكل حاجه بالنسبه له تمام. فرانكلي يعني، وعشان اكون صادق معاكم تماما، انا والله ما كان معايا اي حاجه من دي خالص. لان انا عشان اعرف اتجوز في الشقه اللي انا قلت لك عليها في برج العرب، انا مقيم في اسكندريه، اضطريت ان انا اسيب شغلي اللي انا كنت شغاله في اسكندريه، اللي هو كان بيدخل لي دخل وقتها، كان يعني يا دوب ما يعملش اي حاجه. بس اضطريت ان انا حتى الشغل ده اسيبه واروح اقعد هناك في برج العرب، ولسه بقى هبدا اشق طريقي. يعني كان معايا قرشين انا محوشهم كده برضه، يعني مش هخبي عنك، يعني كانت حسبه ممكن نقوله 10000 15000، هي دي كانت كل الفلوس اللي انا معايا كريزيرف ان انا اعيش بيه لحد ما الاقي شغل اقدر اصرف منه. طب هل كنت عارف انا هشتغل ايه؟ لا اطلاقا. ويمكن بعد الجواز بشهر تقريبا بدأ يجي لي الانترفيو بتاع وي، وبدأت خلاص بقى عرفت ان انا هدخل وي وهشتغل في وي. وكان المرتب بتاع وي ما فرقش حاجة خالص عن اللي انا كنت باخده في الجيم، بل بالعكس كان اقل من اللي انا كنت باخده في الجيم. وده كان بالنسبة لي تشالنج شوية، اللي هو طب انا يعني هشق طريقي بقى في الكارير بتاعي وهستحمل المرتب القليل وهكذا. وربنا ساعتها يعني اكرمني في تاني شهر على طول. جات لي ايه زي ما بنسموها كده بالبلدي، جات لي نحتايه سوشيال ميديا، كانت بتدخل لي فلوس قد المرتب اللي انا باخده. فكانت الدنيا ايه
ماشي. وهنا هي الموضوع مش موضوع مجازفة أو ريسك قد ما هو، أنا مش عارف اللي أنا هقوله ده يعني يتقال عليه سؤال في الأسئلة اللي جاية ولا لأ. بس أنا اتجوزت بسبب آية، والله هي دي اللي أنا كنت حاططها في بالي وأنا بتجوز، إن هو طالما ربنا سبحانه وتعالى قال كده فخلاص مفيش نقاش. يعني الآية دي إيه؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فربنا اللي قال ان انت جماعه جوزوا الشباب، ووعد ان هو لو هم كانوا فقراء ربنا سبحانه وتعالى هيغنيهم من فضله. ده كان فهمي للايه، وده كان يعني بعد برضه ما قرات تفسير الايه، عشان برضه ايه ما حدش ياخد القران ويفسره بمزاجه ويروح ياكت عليه بكيفه برضه وهكذا. فكان فهمي للايه ان هو انت ايه، خلاص طالما انت قررت تعمل الحاجه دي فالباقي بقى بتاع ربنا، يعني مش بتاعك انت. وكان برضو في حديث تاني اللي هو ثلاثة حق على الله أن يعينهم، منهم من الثلاثة دول ناكح يريد العفاف، اللي هو راجل اتجوز عشان خاطر عايز يعف في نفسه، عشان خاطر يكون أسرة مسلمة وكل الكلام الجميل ده. فعشان كده أنت يعني قد تشعر إن الموضوع فيه ريسك تيكينج، وإن هو انت يا اسطى بتهزر او انت بتعمل حاجه مش صح او مش محسوبه. بس انا بديلك البيليفز اللي كانت عندي اللي انا بنيت عليها الديسيجنز دي. طيب السؤال الثالث بيقول لك الناس المقربين منك اهلك واصحابك قالوا ايه، وهل كلامهم اثر فيك ولا لا؟ بص هقول لك حاجه. اهلي يعني طبعا ما عندهمش اي مشكله خالص، اهلي اللي هو الدرجه الاولى، يعني ابويا امي اخواتي بتاع كل ده ما عندوش اي مشكله خالص. وسبحان الله يعني كان في برضو نوع من انواع الثقه من اهلي ومن اهل زوجتي برضو. يعني برغم ان انا بقول لك ان في ظروف ان انا معيش شغل في ايدي وكل الكلام ده، بس الناس ما كانتش شايفه ان دي مشكله. وده يعني هم ممكن شايفين انها ثقه فيا، بس انا صدقا انا مش واثق في نفسي بهذا القدر قد ما انا واثق في ربنا سبحانه وتعالى. فيعني هم كانوا ايه، هم ممكن واثقين فيا بس انا واثق في ربنا. يعني من الحاجات اللي كانت بتتقال لي كتير جدا جدا ساعه ما اخدت القرار ده هي عيش سنك، او يعني عيش السن اللي انت فيه وبعد كده ابقى اتجوز. طب امتى؟ يعني مثلا 29 سنة 30 سنة، احنا بنتكلم 2022 ده انا كان عندي بالظبط 24 سنة. فانا بصراحة انا يعني وقتها وحتى الان يعني انا مش الشخص اللي هو الداعية او اللي هو، ولا حتى كنت وقتها ملتزم 1% يعني خالص، يعني انا كنت بعيد. بس كان عندي قدر من الفطرة السليمة اللي ربنا ايه سايبها جوايا كده، هي برضو اللي بتحرك البوصلة شوية. فكنت بنتقد السؤال ده بشكل شديد جدا، اللي هو او بنتقد المقترح نفسه بشكل كبير، اللي هو فكرة عيش سنك. طب يعني ايه عيش سني؟ يعني اعمل ايه؟ مش فاهم. يعني اخرج وانبسط واتفسح واعمل وخلي. طب ماشي، ما انا هخرج وانبسط واتفسح واعمل وخلي. وعلى فكرة يعني شيء كويس ان انا بسجل الفيديو ده بعد 4 سنين جواز، لان ستيل انا مش شايف ان الجواز سبب لي ازمه في موضوع ان انا اعيش سني. طبعا هو الجواز بيغير طريقه حياتك، الطريقه اللي انت بتعيش بيها بتختلف. طبعا برضو خلي بالكم من حاجه، ان انا كلامي كله بتكلم على اطار الراجل اللي هو اللي عايز يعيش عيشه سليمه سويه مستقره وهكذا. مش بتكلم على حد بقى ايه، يعني مثلا ممكن اسمع امثله يقول لك ايه ده، طب لا اصل الشباب دلوقتي فيه وعليه، اصل الشباب عندهم مشاكل مش عارف ايه. كل الكلام ده انا اجين انا بحكي لك لايف اكسبيرينس، فانا بحكي لك المايند سيت بتاعتي انا كنت بفكر ازاي وانا دماغي ماشيه ازاي. مش بتكلم على واقع ولا بقول لك يا جماعه يلا كلنا نتجه دلوقتي حالا نروح نتجوز واحنا مش شغالين واحنا مش لاقيين ناكل وكل الكلام ده. انا مش بقول كده خالص، عشان بس ايه برضو سيتنج الاكسبكتيشنز في الحته دي. بس ارجع تاني لحته اللي هو ايه عيش سنك. كانت الجمله دي عندي مشكله كبيره معاها لدرجه ان انا بدات اعند اكتر من كتر ما هي ما فيهاش اي لوجيك. الجمله مش منطقيه خالص. يعني ايه عيش سني؟ يعني اروح مثلا اروح اعمل حرام يعني عشان خاطر كده ابقى انا بعيش سني، ولا المفروض ايه الاكشن المفروض اعمله؟ يعني مش فاهم. فدي كانت اكبر الحاجات اللي انا كنت بسمعها، وكانت انا لسه فاكرها حتى الان. يعني غير كده يعني بفضل الله محدش
محدش كان عنده معايا مشكله. ممكن الناس كانت جواهم يا عم ماشي قشطه، ده يعني تعبان وبكره يفهم بقى الصح ايه ويفهم ان هو كان بيفكر غلط او ان هو ضيع على نفسه حاجه او كده. بس to be honest يعني انا مش فاكر ان حد قالها لي، او يمكن اتقالت لي وانا محيتها من الذاكره خالص يعني، لان كانت غير مهمه بالنسبه لي. ممكن السؤال الرابع هو ايه اكبر حاجه كنت خايف منها قبل ما تاخد القرار ده؟ بصراحه اكبر حاجه كنت خايف منها ان الجواز مش مشروع سهل خالص. يعني هو الجواز literally، انا بصراحه من وجهه نظري اغلب المشاكل اللي احنا بنشوفها دلوقتي من موضوع الجواز، ان وجهه نظر الشباب في الجواز هي مقتصره على اول اسبوعين جواز مثلا او اول شهر جواز. وهو بيبقى قاعد بيحارب السنين اللي قبل الجواز كلها، عشان هو مفكر ان الحياه كلها هي اول اسبوعين جواز دول او اول شهر. ولكن الموضوع مختلف تماما، والموضوع يعني هو الجواز مشروع طويل ومشروع فيه مشاكل كتير. انا بشبهه مثلا يعني هو اشبه بالسوفت وير بروجكت كده، اللي هو مشروع عمره ما بيخلص من ناحيه ايه المشاكل والديباجنج اللي فيه والفيتشرز اللي بتتحط زياده وكل الكلام ده. بس في نفس الوقت هو سنه ربنا سبحانه وتعالى في الارض. يعني هو آية من آيات ربنا إن الراجل ده يعيش مع الست دي ويبقى في ما بينهم سكن وألفة ومودة ورحمة. هي دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. فأنت لسه بقى ما عملتش تيستنج للآية دي، يعني أنت لسه ما جربتهاش ما دقتهاش، وبالتالي أنت بتبقى متاخد شوية أو خايف، اللي هو طب أنا طبيعة الإنسان يعني الخوف من المجهول أو الخوف مما هو آت اللي هو ما يعرفوش، ده بيبقى مسبب مشكله. فدي كانت من الحاجات اللي انا ايه كنت خايف منها. بس برضو يعني كان عندي قناعه ان طالما انت اخترت الشخص المناسب او اخترت الشخص الصح من وجهه نظرك في الفتره دي، فخلاص الباقي كله بقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لان دايما انت كانسان حتى انت لا تملك الا الاسباب اللي في ايدك دلوقتي، وان انت تكون بتفكر بالموضوع بمنطق، مش مش بالعاطفة فقط، لأن العاطفة غالبا يعني ما بتسوحك. ويمكن يعني الحمد لله حتى فترة الانفصال اللي أنا قلت عنها اللي حصلت أثناء الخطوبة، هي دي اللي يمكن خلتني أعمل فاليديشن وأتأكد إن إيه من وجهة نظري إن لا خلاص مثلا الشخص الفلاني ده مناسب ليا فعلا، ومناسب لطريقة تفكيري، ومناسب لحياتي، ومناسب لكل الكلام ده. ممكن أكيد من الحاجات التانية اللي أنا كنت خايف منها قبل الجواز هي الناحية المادية، إن أنا ما كنتش ستيبل. فدي كانت حاجة أكيد مسببة لي أزمة. بس والله أكاد أجزم إن أنا كنت واثق في ربنا ثقة عمياء، وقد كان. يعني مع كل مين ايفنت بيحصل من ساعة ما بدأت حياتي كراجل بقى زوج وبعدها أب، ربنا بيوريني حاجات غريبة، يعني حاجات فعلا هي بتدل ان انت كنت صح لما انت صدقت ربنا وامنت فعلا باللي ربنا قاله ومشيت وراه، وبدون ما يكون قدامك اسباب الحاجه دي. وده يعني من الحاجات اللي هو ايه، ربنا سبحانه وتعالى لما عرف المؤمنين في اول سوره البقره قال لك ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. انت امتحانك اصلا في الدنيا هو ان انت تكون مؤمن بالغيب. مش بقول لك ان انا يعني تعريفي من المؤمنين، لا انا ربنا يجعلنا منهم يعني، بس اقصد اللي هو ايه، انت كمؤمن لازم ب ب ب ب بتحرر نفسك من الاسباب الدنيويه، ودايما بترجئ الامور اللي هو ايه للايمان بالغيب، اللي هو يا رب انا مصدقك في كذا، فانا هعمل كل الاسباب اللي انا ممكن اعملها عشان خاطر نحقق الحاجه اللي احنا ايه عايزين نعملها دي. يعني ده يعني ده الشعرايه او الفرق ما بين التوكل والتواكل. يعني لو مش بقول لك ان انا متجوز وانا ما عنديش دخل ثابت فانا مستني بقى الدنيا تمطر عليا فلوس، يعني لا، بس هو في توكل على ربنا سبحانه وتعالى اللي هو ايه، خلاص انا مقتنع بده ومؤمن بيه، فانا ماشي وبشق طريقي في الحياه وسايب بقى كل حاجه في المستقبل على ربنا يعني. يمكن من الحاجات برضو اللي كنت خايف منها قبل الجواز هي موضوع الخلفه، لان الناس بتعمل بعبع كبير قوي من موضوع الخلفه ده. وعشان كده يعني كنا مقررين انا وزوجتي ان احنا هنأجل موضوع الخلفه ده شويه.
بس جيت بعد حوالي 3 شهور او حاجه وقررت ان هو ايه، لا يعني خلاص مش هنأجل ولا حاجه، وخلاص بقى يعني ده رزق ربنا ومش هنتدخل فيه يعني. وقد كان يعني زوجتي بعدها حملت في نوح، وكانت خايفه تقول لي، يعني من منطلق اللي هو ايه، ما احنا كنا عايزين نأجل وممكن مفيش استعداديه دلوقتي ومفيش الاسباب اللي تخليني اعرف استقبل ولاده ومصاريف ولاده ومصاريف ما بعد الولاده وما قبل الولاده وكل الهرتك ده يعني. بس سبحان الله، انا يمكن وقت ما هي قالت لي انا ما جاش في بالي غير حاجه واحده بس، الا وهي ان الحاجه اللي هي بتقول لي عليها دي هي حاجه كان في ناس انبياء بيطلبوها من ربنا سبحانه وتعالى. زي مثلا سيدنا زكريا: رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه ولم اكن بدعائك ربي شقيا. يعني تكمله الايات: فهب لي من لدنك ولي. فكان يعني راجل شاب، شعره شاب، وبيطلب من ربنا الولد لان هو زوجته ما كانتش بتخلف. فقد ايه الحاجه دي يعني كانت عند انبياء كبيره وربنا سبحانه وتعالى ما رزقهمش بيها. فانت مين انت عشان خاطر لما ربنا يديك الهبه دي ويرزقك بالنعمه دي ان انت تتأفف او تتضايق او تزعل او لا اصلا انا مش مستعد وبتاع؟ يعني الآية الشهيرة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أو خشية إملاق. أنا بصراحة مش فاكر الآيتين تكملتهم إيه، بس يعني المقصد فيهم نحن نرزقهم وإياكم. فرزقك ورزق الولاد ده أصلا مش بتاعك انت. لو انت اللي كنت مسؤول عن الرزق او بتاع كنت ساعتها انت تأفف وقول لا انا عندي مشكله وبتاع واصلا انا مش جاهز وكل الكلام ده، لكن هي مش بتاعتك انت. وبفضل الله يعني يمكن في نفس شهر الولاده اللي نوح اتولد فيه، نفس الشهر ده والله صدقا انا جات لي جوب اوفر، اقسم بالله ب 4 اكس المرتب اللي انا كنت باخده قبلها. ويمكن ده اللي سببه بقى عملت الشيفت كارير من ورحت اشتغلت في الماركتنج وهكذا. بس 4 اكس، انت مستوعب؟ وايه يعني، خدت رقم انا ما كنتش مستوعب ان انا ممكن اخد رقم زي ده في حياتي يعني اصلا. بس كنت بقى ايه ساعتها بتضحك وبتتعجب من قدرة ربنا سبحانه وتعالى ومن ازاي الامور بتدار في حواليك، وانت مجرد سبب بس بيحرك يعني سبب كده بيتحرك عشان كل حاجه زي دي تحصل. فيمكن هي دي بس يعني كل الحاجات اللي انا كنت خايف منها يعني. طيب هنا السؤال الخامس بيقول لك: ايه اول حاجه اتغيرت في حياتك بعد الجواز مباشره على مستوى الضغط والمسؤوليه وتفكيرك وبتاع؟ آه طيب يعني اول حاجه اتغيرت بعد الجواز هي ان انا ما اخدتش فتره نقاهه بتاعت اللي هو ايه، عادات ما قبل الجواز واسلوب حياه ما قبل الجواز والجواز يعني. انا زي ما تقولي طلعت من الدار للنار مباشره. فطبعا كان في حاجات كتيره فيا في شخصيتي فيها مشاكل، يعني في شخصيتي وفي طباعي وفي طريقه تفكيري كان عندي مشاكل كتير. الحاجات دي يعني للاسف الشديد يعني هي مراتي اللي استحملتها يعني وطلع عليها كل ده. بس يعني انا مش عارف يعني هو قدر ربنا بقى ان ده يحصل وان الحياه تمشي بالشكل ده. وطالما هو حصل وربنا سبحانه وتعالى قدره فهو اكيد كان خير، يعني كان خير. الله اعلم خير من انهي ناحيه، بس هو طالما حصل فما كانش ممكن يحصل احسن من كده. يعني مش هقول بقى لو كنت استنيت مش عارف وقت قد ايه كان هيبقى احسن، لا. هي دي كانت احسن حاجه. بس قعدت فتره كبيره، ممكن مثلا لو انا بقول دلوقتي 4 سنين ممكن قعدت سنتين او اكتر بحاول افكس الغلط اللي كان موجود قبل كده في حياتي، اصلح بقى ايه حاجات كتيره في حياتي ما كانتش صح. يعني ده لو بتكلم عني انا كشخصيتي، لكن لو بنتكلم بقى على مستوى مثلا ايه، الضغط، المسؤوليه، التفكير، والله اكاد اجزم ان انا مفيش وقت من الاوقات حسيت باي نوع من انواع الضغط لاي سبب من الاسباب بفضل الله والله العظيم الحمد لله يعني. حتى يعني انا يمكن وقت اول جوازي ده كنت بعمل فيديوز، كنت بتكلم بقى ايه عن الازمه الاقتصاديه وعن قد ايه انت المفروض ما تبقاش مركز مع الاسعار وما تبقاش مركز مع الحاجات دي كلها وتشتغل على نفسك وتشوف انت ازاي هتشوف حل لكل ده، لان ده بيهلك طاقتك انت وبيهلك الفوكسنج بتاعك اللي انت ممكن تعمل منه حاجه فعلا، فانت بتهلكه في متابعه حاجات هي مش هتفيدك بحاجه. فكان دي المايند سيت اللي مسيطره عليا وقتها.
فكضغط او كده، انا يعني بفضل الله اللهم لك الحمد، انا ما افتكرش ان انا في وقت من الاوقات مريت بضغط بسبب الجواز. وده عكس اللي بيتسوق له عن الجواز، ان انت هتتجوز من هنا هتدخل في مدعكة الحياة اللي مش هتطلع منها، وان انت هتتحول لروبوت. والله يا جماعة حتى الآن الكلام ده مش صح يعني. يمكن بقى انا لسه مثلا ما دخلتش نوح مدارس، ما اعرفش واتس نيكست ايه، بس انا مؤمن تماما ان اللي مشاها صح في اول سنة واول اتنين واول اربعة هيمشيها صح في السنة العاشرة والعشرين وهكذا. مش انا يعني، اللي هو طالما توفيق ربنا كان موجود في كل ده فهو هيفضل موجود برضو يعني. ولو ربنا قدر عكس كده فهو خير برضه ان شاء الله. يعني حتى لو بقى في نوع من انواع الضغط او نوع من انواع اي حاجه unexpected، مفيش مشكله برضه. اهم حاجه بس ان انت ايه، يبقى عندك قدر من القناعات والبيليفز جواك تخليك ثابت قصاد المشاكل. يمكن انا مش فاكر ان عدى عليا ضغوطات، وفي ضغوطات حصلت فعلا وعدت بس انا مش فاكرها، بفضل ربنا وبفضل ان انا مثلا جوايا حاجات معينه محركاني، فانا خلاص يعني بليت ات جو كده وبتعامل معاها في وقتها، في لحظتها كمضارع يعني، وخلاص بسيبها تعدي يعني. طيب الجواز بدري اثر على كاريري او ساعدني ولا وقف في طريقي؟ خلينا متفقين على حاجه، ان الشاب كشاب بيعيش عمره مثلا اول سنين عمره اللي هي من اول ما مثلا ايه بيبدا يدرك بقى الحياه حواليه بتاع، خلينا نقوله 12 15 سنه بتاع وات ايفر، لحد ما بيتجوز بيبقى الفكره المسيطره عليه هو ان هو عايز يتجوز. فهو مثلا هو لو بيشتغل على مشروع معين او بيشتغل في حاجه معينه، فانت لو جيت سالته في اي وقت هو انت واتس نيكست، هيقول لك عايز اتجوز. ده اغلب الشباب يعني، اللي هو السوي نفسيا يعني منهم. فهو دايما بيبقى الربع ده في دماغك محجوز كده، ومشغول دايما بان انت ايه، اما ان انت خاطب او ان انت بتحضر لجوازك او بتجهز شقتك، أو يعني في دايما ربع كده شغال رايح تجاه البروجكت ده. لما بتتجوز الربع ده بيتقفل بقى تماما، خلاص خلاص بمعنى الكلمه. يعني اكاد اجزم ان مثلا مراتي وهي مراتي ضغطها عليا اقل من ضغطها وهي خطيبتي. يعني مثلا انت وهي خطيبتك بيبقى مطلوب منك حاجات للاسف الشديد بسبب عرفنا احنا ومجتمعنا يعني، بيبقى مطلوب منك حاجات اكتر من اللي انت المفروض تقدمها وانت ايه يعني. خلاص هي مراتك، هي قاعده معاك، هي انت بتشوفها كل يوم، هي شايفه انت بتعمل ايه وشايفه اللي عليك، ممكن تستحملك في حاجات كتيره، تقدر انشغالك في اوقات كتيره بتاع. عكس وهي خطيبتك ده ما بيبقاش حاصل اصلا، لان الكونتكست ما بينكم غالبا ما بيكونش موجود يعني. تبقى انت ليك حياتك وهي ليها حياتها، ولسه ايه، ما حصلش التقاطع في الحياتين يعني. فالجواز بدري فعلا اثر على كاريري بشكل كبير جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان خلاص بقيت I'm totally focusing في الحاجه اللي انا عايز اعملها. خلاص تركيزي كله بقى رايح تجاه حياتي بقى انا بجد يعني. هو انا السنين اللي جايه في عمري دي انا عايز اعمل فيها ايه بقى بجد، مش ان انا عايز اتجوز وبعد ما اتجوز اشوف انا عايز اعمل ايه. لا خلاص بقى اللي هو ايه، لو في مثلا سكيلز بتعلمها وبدخلها للتول بوكس بتاعي فانا بقيت مركز على ده. لو في كارير معين انا شغال عليه بقيت مركز في ده. لو حتى شغلي نفسه انا عارف دنيتي ومظبط دنيتي وعارف انا بتحرك ازاي وكل حاجه. ف... فهل ساعدني ولا اقف في طريقي؟ لا 100% ساعدني. حتى يعني انا يمكن بعد الجواز بسنه عملت اول شيفت كارير من ان انا اكون مهندس او ان انا شغال في مجال الاتصالات، لان انا اشتغل في الماركتينج. وبعدها بسنه تانية او بسنتين عملت some sort of شيفت تاني كده من الماركتينج للبيزنس ديفلوبمنت. ودلوقتي يمكن انا شغال على شيفت تالت، بس مش شيفت بقى اللي هو ايه شيفت كامل قد ما هو مع تطور الاي اي وهكذا بدات اكواير سكيلز كتيره جدا بفضل الله والله من موضوع الاي اي ده، في الميكنج او في السوفت وير ديفلوبمنت او في الاي اي عموما يعني. يعني كل ده انا شايف ان هو بفضل ربنا، ان هو بسبب ان انت عندك ركيزه ثابته في حياتك. خلاص انت عندك بيتك واسرتك وحياتك وهكذا، فالدنيا انت مخك مش مشغول. طيب السؤال السابع، لو رجعت لنفسك قبل القرار ده هتقول لنفسك ايه؟ يعني ده سؤال بصراحة سهل جدا، انا مش هغير اي شيء بصراحة to be honest يعني. وبيني وبينك يعني انا حتى ما قريتش السؤال ده قبل، بس انا لو قريته ما كنتش هقوله يعني. يعني انا حتى ما بحبش لو دي
يعني بعيدا عنها كمان بتفتح عمل الشيطان وهكذا، بس هي زي ما قلنا اللي هو ايه، اللي حصل حصل وكان مقدر انه يحصل، فما فيش افضل منه كان ممكن يحصل. ف... فمش هنقعد نتعب دماغنا في سيناريوهات مختلفة لو رجعت وهكذا. بس يعني انا شايف ان انا تمام، يعني اتجوز يا اسطى، اتجوز حلو. طيب تنصح الشباب دلوقتي انه يتجوز بدري ولا الموضوع مش للكل؟ ده السؤال الثامن والاخير. انصح وبشدة بالجواز بدري لاي حد مقتدر على ان هو راجل، راجل ببساطة، وراجل مش بالمفهوم اللي ممكن يوصل للأغلب، لا، راجل مقصود بيها ان هو راجل قادر على انه يتحمل مسؤولية أسرة، قادر انه يتحمل مسؤولية بيت، قادر ان هو يشتغل في الوقت اللي هو موده مش جايبه ان هو يشتغل فيه، قادر ان هو يستوعب ان هو معاه واحدة ست وطبعا يعني كلنا عارفين الستات والتقلبات المزاجية للستات والحالات المختلفة للستات وهكذا، فهو قادر ان هو يستوعب الشخص ده، وعنده من القوامة ما يكفي ان هو يكون فعلا قادر ان هو يقود الأسرة دي لبر الأمان. يعني بر الأمان اللي هو ايه، ان هو لحد بقى ما ربنا يتوفاه يعني والأسرة تنتهي، يعني او ان هو يسلم الأسرة للجيل اللي وراه. يعني الآية قالت لك ونكتب ما قدموا وآثارهم، فأنت بتبقى شغال على مشروعك الأسري ده ومشروع جوازك ده بأهداف كلها. أنا شايف إن أنت لو مش رابطها بأهداف دينية، المشروع ده هيبقى مشروع فاشل جدا بالنسبة لك، وهتلاقي نفسك بتفسده على نفسك بشكل كبير قوي بعد سنين مختلفة من الجواز. إما بإن أنت تعمل ما هو حرام بجانب الجواز، او ان انت تبدا تاخد دايركشن اللي هو طب هو انا ليه اصلا متجوز، تبدا بقى تسال نفسك الاسئله دي، هو انا عليا بايه طب من كل ده، طب عليا بايه من وجع الدماغ ده، طب بالمشاكل دي، طب مش عارف ايه. في حاجات كده معينه لو انت مش رابطها باسس عقائديه عندك، وعارف ان انت مثلا ان الاسره المسلمه دي هي البلوك الصغير قوي اللي بيتكون منه المجتمع الاكبر، وان انت اسرتك دي هي اللي انت بتساهم فيها لاصلاح المجتمع، وان انت مثلا تنشئ نشء سوي نفسيا وتحافظ عليه وتحافظ على زوجتك وتحافظ على نفسك وكل الكلام ده. لو انت ما عندكش الكونسبتس دي ومتجوز من اجل ان الجواز حاجه فانكي، يعني احنا متجوزين قشطه بيس عشان الناس كلها بتتجوز والناس كلها كده، فهتلاقي النتيجه كما هو الحال دلوقتي في اغلب العلاقات اللي احنا بنشوفها. يعني هو انا دايما مدرك ان الحاجه طول ما هي ماشيه صح بتفضل متداريه. يعني احنا ليه بنسمع عن مشاكل زوجيه كتيره؟ لان هي دي اللي صوتها عالي، هي دي اللي بتحصل، وهي دي اللي فيها فضايح وصوتها مسموع وهكذا. لكن الحاجات اللي مقفوله على نفسها ومقفول عليها باب وساكته، مش هتلاقي نفسك سامع لها صوت، ومش هتلاقي نفسك عارف تحصرها لان هي مقفوله على نفسها يعني. بس انا متاكد برضو ان هي كتيره باذن الله يعني مش عايزين ناخد النظره السلبيه ان اغلب اللي بيحصل دلوقتي هو وحش، قد ما لا، الموضوع ممكن يكون بالانسد نوعا ما يعني. فعموما لو انت بتتوافر فيك كل المقومات دي كراجل، يا باشا، لا يا باشا، اتجوز فورا، ما تفكرش في اي حاجه، اي حاجه خالص يعني. وانا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله ده. وارجع اقول لك برضه تاني للمره الثالثه او في الفيديو، انا ام شيرنج لايف اكسبيرينس. ممكن حاجات كتيره من اللي انا بقولها ما تتوافقش مع حياتك او مع تفكيرك، بس وات اي بليف ان اللي انا قلته معظمه اصلا مربوط بربنا، وربنا الحمد لله بتاعي هو بتاعك، هو يعني ربنا ثابت يعني ما فيهوش، ما بيتغيرش الحمد لله. فاللي انا قلتها كلها فاكتس يعني، فانت بقى اكت عليها وحكم دماغك كده وفكر بشكل مظبوط، وربنا يعني يجوز شباب المسلمين كلهم والله ويعفنا يعني. وبس الحمد لله ان الفيديو خلص على خير. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد الاسبوع اللي جاي، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.